هذا اليوم الثاني طبعا للتغطية. اليوم راح يكون فيه أغلب التغطية راح تكون على الفنادق إن شاء الله. هذه فنادق كيرلا راح نمر عليهم على السريع. اوكي، طبعا راح نتوقف شوي عند كيرلا لانها مطلوبة. احد الشركات الموجودة في المعرض. هذا قسم سريلانكا، طبعا كل هذه وكالات سياحة وسفر، راح ناخذ منهم اسعار كويسة ان شاء الله. هذا قسم اندونيسيا، شكله قلبينها طرب، الله يهديهم. هذه تايوان لعيون ابو محمد السحيباني، طبعا مشاركين بالمعرض. راح ناخذ مدينة في ماليزيا اسمها ملكة، انا اطلعت عليها جدا رائعة بصراحة، راح تطلعون عليها ان شاء الله. ملكة اوكي. وير از ملكة؟ هير اول. عندهم اشياء حلوة واشياء ترفيهية. نايس. هذه جناح امريكا، وهذه كاليفورنيا. هذا قسم فنادق روتانا. معنا الاستاذ امين دقاق، طبعا مدير التسويق في روتانا في دبي. اهلا وسهلا يا امين. طبعا احنا حريصين دائما بتوجيه العملاء الى فنادق روتانا لانها تستحق. وشكرا لك استاذ امين، اي كلمه تقولها للعملاء؟ شكرا، اهلا وسهلا فيكم، نتمنى نشوفكم روتانا قريبا ان شاء الله تعالى. شكرا. تحيه للاستاذ نادر. تحيه، شكرا لك، اهلا وسهلا. شرفتنا. طبعا هذا قسم خاص في الفنادق، زحمة، جميع الفنادق العالمية متواجدة هنا. حياة الجنسي. تمام. هذه شركات تأجير السيارات، راح نشوف ايش نقدر نسوي معهم. توقفنا في يوروب كار، معنا الاستاذ ايهاب العزب من الرياض، وان شاء الله راح يكون في تعاون بيننا وبينه باذن الله تعالى. راح يتواعد. هذه احد الخدمات اللي تقدم، طبعا سياره خاصه. ندخل شوي. اوكي، هذه اوه لجه، هذه السياره هذه موجودة في دبي. طبعا توقفنا عند هوليديز اريبيا، طبعا حجوزات فنادق، وعدونا بأسعار جيدة، وإن شاء الله تستفيدوا من ايش توعد عملائنا؟ احسن خدمه واحسن اسعار باذن الله. ان شاء الله. وعد العملاء الجواد الرابع. وعد العملاء الجواد الرابع. هذول التايلانديين ما يخلون شغلهم، يعني لازم يزبطون مساج ويزبطون كلش ويزبطون. هذول تايلاند اي فاتحين عياده مجانيه هنا. غريب. طبعا من ضمن المشاركين اللي هو جناح منطقه القصيم، بناء على توصيه الاستاذ حمد الربيعان، موصين يقول الا تمرون اهل القصيم. وهذا ياسر الحساني من رحلتي، طبعا من المشاركين، وما شاء الله من الشباب اللي يستحقون الدعم، وعنده فكر جديد باذن الله يكون اضافه للسياحه. ياسر حياكم الله. احنا منظمين رحلات في منطقه القصيم، تابعوا حساب رحله السياحيه واعرفوا الجديد عشان تعرفونا كمان. يعطيكم العافيه. احد الاخوان المشاركين في جناح القصيم استاذ عبد الله الردي من هيئه السياح منطقه القصيم. الله يحييك يا عبد الله. اذا في كلمه للمتابعين. حبيبي هلا. هذا ضيوف من الامارات.
حياكم الله. احنا في جناح البزنس التنمية السياحية في منطقة القصيم في ATM دبي. نحاول نسوق لمنطقة القصيم، نعرف بالأماكن السياحية في القصيم والبلدات التراثية في جميع أنحاء القصيم، بريدة، بعنيزة، بكيرية، الرس. نحاول هلالية. اقول عبد الله لا تنسى هلاليه سم. طبعا هلالية من أول المحافظات في القصيم، وفيها طبعا جامع الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي في دبي الله يحييه. احنا في جناح هيئة السياحة صالة رقم 5. شاركونا اليوم وبكرة إن شاء الله. الله يحييكم، يا هلا وسهلا. شكرا سي عبد الله. هذا قسم اوروبا. هذا القسم الاوروبي فيه صربيا، في شوف ايش عندهم. ها اوكي. هذا قسم البوسنة والهرسك، بناخذ شوي معلومات عنهم. هذه سلوفاكيا. انا ابي ادور سلوفينيا. تمام، بدور وين. حصلنا طبعا سلوفينيا، وهذه B2B لأجل الدكتور عبد الرحمن الفهاد مستاهل من روما. من البلدان الجديدة حصلناها طبعا أرمينيا، هذه قريبة من جورجيا. الأخوان من أرمينيا. الأخ نوبار عايش في أرمينيا ويتكلم عن أرمينيا بشكل جميل من كل ناحية. طبعا أخترك نارك هذا برضو من أرمينيا، ويقولوا هذه أول سنة طبعا أنهم يشاركوا. اخوان تكلموا عن أرمينيا بشكل جميل. أتمنى إن شاء الله أنه أنتم برضو تبحثوا عن المعلومة بشكل أكبر، وأتمنى لكم التوفيق. طبعا ختمنا زيارتنا لأرمينيا، وهذا الأخوان طبعا من أرمينيا ويحيونكم في أرمينيا إن شاء الله. طبعا نرجع نمر جورجيا على السريع. هذه شركة طبعا من جورجيا، عندهم خدمات تأجير السيارات، برامج كاملة. هذا جورج من جورجيا، وعدنا بأسعار جدا ممتازة. العملاء الجواد الرابع وشكله حبوب. ثانك يو. نتوقف شوي عند أذربيجان على السريع مع الحبيب. اوكي. اسألهم عن الكتابة هذه، يقولوا طبعا كل الفنادق، الأكل، توفير كل شيء حلال للراغبين بالسفر. خير الجميع. اليوم اختتمنا رحلة سوق السفر في دبي. أتمنى إن شاء الله أنه نقلنا لكم صورة طيبة. إلى لقاء آخر. أنا من كيرغيزيا. Welcome. We will visit your country إن شاء الله. أوكي. هذا من أخواننا من كيرغيزيا، حصلته بالمطار دبي. طبعا وجه لي دعوة، يقول أبوي هناك. طبعا شعب طيب جدا جدا.